السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده تعالوا نخزن مع بعض الطماطم بطريقه سهله وبسيطه جدا. النهارده هقولك على احسن طريقتين في تخزين الطماطم. بما ان الطماطم رخيصه الايام دي هنبدا بقى نخزنها عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وعشان كمان لو عندك عزومه او في وقت انتي محتاجه طماطم وما عندكيش طماطم، هتطلعيها وتستخدميها على طول بكل سهوله. هتوفر عليكي كمان الوقت والمجهود. بس قبل ما ابدا، لو لسه اول مره تشوفيني انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتي الجديده. قلنا قبل كده كتير جدا، اهم حاجه وانتي بتشتري الخضار اللي انتي عايزه تخزنيه، ما تروحيش تشتري اي حاجه وخلاص وترجعي تقولي العيب في التخزين. لا بالعكس، الحاجه المتخزنه صح وتكوني كويسه تفضل معاكي سنه واتنين، لا طعمها ولا لونها بيتغير. عندي الطماطم زي ما انتوا شايفينها كده. الطماطم دي حمرة جدا، الكاميرا بس مش موضحة اللون كويس. ده غير كمان من جوه حمرا، مش الطماطم اللي بتبقى بيضة من جوه دي. هعمل في الطماطم دي ايه؟ هاخدها اغسلها كويس جدا وبعدين اقطعها. وزي ما قلت انا هقولك النهاردة طريقتين للتخزين، والاتنين احسن من بعض. طبعا في طرق كتيرة جدا وناس بتعملها باكتر من طريقة، لكن انا من وجهة نظري دي احسن طريقتين لتخزين الطماطم، والاتنين انا جربتهم. اول طريقة بتاخدي الطماطم دي بتغسليها كويس جدا وبتقطعيها وبتحطيها متقطعة كده في اكياس التخزين وتحطيها في الفريزر. ووقت ما تحبي تستخدميها بتطلعيها تسيبيها شوية على رف التلاجة تفك شوية، وبعد كده تضربيها في الخلاط، وبعد كده بتصفيها وتسبكيها وتعمليها زي ما انت عايزة. الطريقة التانية بقى اللي انا هعملها النهاردة، ان انا برضو باخد الطماطم دي اغسلها كويس جدا واقطعها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هاخد الطماطم دي افرمها في الخلاط. لو انتي مش عايزة بقى تعمليها بالطريقة اللي انا هعملها دلوقتي، ان انا اخزنها متسبكة، زي ما انتوا شايفين كده متقطعة بالشكل ده كده، بتحطيها في اكياس التخزين وتحطيها في الفريزر. وقت ما تحبي تستخدميها بتطلعيها تستخدميها. لكن انا بقى بخزنها متسبكة، فهاخدها اروح اضربها في الخلاط ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه تاني. تمام كده. ودي كده الطماطم بعد ما فرمتها كلها زي ما انتوا شايفين كده. هعمل ايه بقى الخطوة الجاية؟ انا باخد الطماطم دي كلها وبروح اصفيها كويس جدا. انا بحب اصفيها كويس جدا عشان لو استخدمتها في خضار او مكرونة بحبها متصفية. لكن لو هعمل بيها محشي احيانا بسيبها كده زي ما هي،
فانا هاخد الطماطم دي كلها اروح اصفيها كويس جدا من البذر، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا لو عايزة تسبكيها بالوضع ده زي ما هي من غير ما تصفيها مفيش مشكلة، تبقى كويسة جدا برضو. لكن انا بحب اصفيها عشان لو استخدمتها في خضار او في مكرونة ما يكونش فيه بذر. ودي كده الطماطم بعد ما صفيتها كويس جدا من البذر ومن القشر ومن كل حاجة بتطلع منها. هاخدها بقى واروح احطها في حلة واسيبها على البوتاجاز لحد ما تتسبك مع بعضها كويس جدا. هجيب حلة وهنزل فيها بكل الطماطم اللي عندي. تمام كده. وبعدين بضيف عليها شوية زيت، معلقة ملح، ومعلقة صغيرة من السكر، بس كده، ما بضيفش حاجة تاني. لما بتطلعيها عشان تستخدميها ضيفي بقى عليها صلصة، ضيفي عليها كل اللي انت عايزة تحطيه، حطيه عليها وقت الاستخدام. لكن انا بخزنها كده بس، السكر والملح والزيت. تمام كده. هاخدها بقى واروح احطها على البوتاجاز وهسيبها تتسبك كويس ونرجع نشوفها بعد ما تخلص. ودي كده الطماطم، شايفين لونها عامل ازاي، وكمان علشان متصفية شكلها حلو جدا. بسيبها بقى تبرد كويس جدا، وبعد كده بحطها في اكياس التلاجة، اكياس التخزين، وبقفلها كويس جدا وبحطها في الفريزر. وقت ما تكوني محتاجاها او عايزة تستخدميها بتطلعيها، وممكن تحطيها على النار على طول، ما تستنيش انها تفك معاكي، وتضيفي بقى عليها الحاجات اللي انت عايزاها. وده كده شكلها بعد ما حطيتها في اكياس التخزين. بتحطيها بقى في الفريزر، ما بتاخدش مكان معاكي خالص. حتى لو انت عايزة تعملي كمية كبيرة جدا وحطيتيها بالشكل ده ما بتاخدش مكان في الفريزر. وكده فيديو النهاردة خلص، وشوفنا ازاي بنخزن الطماطم، طريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان تقعد معاكي سنة واتنين واكتر، لا طعمها ولا لونها بيتغير، وبتستخدميها بتبقى حلوة جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. صحتين وعافية، بحبكم في الله.